انتوا اجى عندكم رمضان؟ واحنا اجى عنا رمضان. مرحبا، يعطيكم العافية. عملت رز بالشعرية وطبيخ بازيلا بالبندورة الطازة، وعملت شوربة عدس بالشعرية والجزر. عشان تتعرفوا على الطريقة تابعوني. يلا بينا نذكر نبينا ونبدأ. بسم الله. هالوقت انا هحتاج للطبيخ عندي بازيلا، بندورة، 6 حبات بندورة، رز منقوع بالمية، لحمة مقطعة صغير، معلقتين صلصة، شعرية، شايفين معايا الشعرية؟ طيب بصلة صغيرة مقطعة صغير، تومة 6 تومة ونص قرن فلفل أخضر، وعندي ملح وكمون. وإيش هحتاج كمان من البهارات؟ هحتاج معلقة صغيرة فلفل أسود ومعلقة صغيرة بهار طبيخ. هحتاج ربع معلقة ملح الحامض وكزبرة ناشفة وزنجبيل. طيب كل هدول انا هستخدمهم في طبيخ البازيلا. هتقولوا لي هتحط الرز والشعريه، هقولكوا لا، كده الطبخه لطبيخ البازيلا ان شاء الله تعالى. اما الرز والشعريه هنعملهم رز لحالهم جنب الطبيخ. يلا بينا نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول اشي هبدا فيه اللي هو البصل. انا عندي زيت نباتي، حطيت في الطنجره. هنزل بالبصل، هنزل ببصله صغيره مقطعه صغير. هتقولوا لي طبيخ البازيلا كنا عارفينه، مظبوط، كنا بنعرف طبيخ البازيلا، لكن ممكن من ناس لناس او من شخص لشخص يختلف بعض الاشياء في الطبيخ. هذا اول حاجة. تاني حاجة، لكل واحدة مبتدئة، لكل واحدة حابة تتعلم الطبيخ، تتعرف على الطبيخ، لكل واحدة مقبلة على الزواج، لكل البنوتات تتعرف كيف طريقة طبيخ البازيلا. تمام معايا؟ ومن طريقة لطريقة بتختلف. هالوقت انا عندي البصلة حنزل فيها اشوحها، بس تبدأ تدبل معايا حنزل باللحمة، بس تدبل شوية حنزل باللحمة. شايفين معايا كيف البصلة بدأت تدبل؟ انا ما بدي اياها تتحمر كتير، انا بس بدي اياها تدبل وتاخد لون اصفر شوية. حنزل بقطع اللحمة وحركها معاها. لازم ادي اللحمة الصدمة في الاول عشان تديني طعم زاكي. بتشوحيها شوية على اساس تديني النكهة وتاخد الصدمة. اذا كنتوا اول مرة بتتابعوني في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس واضغطوا لايك عشان يوصلكوا كل جديد من قناة دانات ام كمال. شايفين كيف معايا بدأ يتغير اللون اللحمة؟ شايفين كده؟ تمام التمام. نخليها شوية بس، يعني من دقيقتين لثلاثة، مش اكتر من هيك. بتحبي تحطي لها ميه بارده، بتحطي لها ميه بارده، ما فيش اي مشكله. بتحبي لها ميه، تحبي تحطي ميه سخنه برضو كمان تمام التمام، يعني الجهتين صح. لكن للاسرع انا سخنت ميه سخنه، عملت لها ميه سخنه وحضيفها عليها. دلوقتي كده عندي اللحمه خلاص اخذت الصدمه، وشوفوا كيف انه نزلت شويه من ميتها. تمام كده. دلوقتي انا حنزل بالميه السخنه وبعدين هغطيها واسيبها لمدة ثلث ساعة تقريبا لحد ما تستوي معايا اللحمة. على حسب اللحمة اللي انت حطاها، النوعية اللي انت حطاها قديش بتاخد وقت معاكي على حسبها. تمام. شفتوا معايا انا ضفت لها المية اللي غمرتها غطتها وزيادة شوية. هالوقت انا حسيبها لمدة ثلث ساعة بالظبط، هسيبها لمدة ثلث ساعة وبعدين نيجي نكمل. في هذا الوقت انا هروح اطحن البندورة، هروح اعملها ناعمة. تعالوا سوا نعمل البندورة. هالوقت شوفوا معايا البندورة انا قطعتها بشكل عشوائي وحطيتها بشاف المونيكس، هحط لها مية بس على قدر كده شوية صغيرة مش اكتر، بس عشان تساعد في الطحن. وحطحنها وحصفيها. تمام تمام. هالوقت شوفوا معايا كيف بعد ما طحنتها، شايفين كيف صارت؟ تمام التمام. انا هالوقت حصفيها. انا عندي بولة وعندي مصفاية حدير فيها كل البندورة اللي انا قطعتها واصفيها.
انا عشان قلت للمبتدئين وللي حابين يتعرفوا على طبختي، من هيك انا بورجيكم من الالف الى الياء. تمام. تمام. بتصفيها كده اهو، هيها نزلت تحت. انا هذا اللي فوق مش عايزاه، اللي تحت هو اللي عايزاه، لان هذه قشور حيكون طعمها لا مش لذيذ في التوم يعني، فانا مش هحطها، انا حصفيها. هتقولوا لي طب ليش ما قشرتيها بعدين طحنتيها؟ هقولكوا برضو كمان ممكن بذره جوا البندوره، اي حاجه جوا البندوره برضو كمان انها تخرب لي الطبخه او تديني طعم لا مش تمام. احط كل الكميه. كتير الطبيخ البازيلا بالبندوره الطازه كتير كتير لذيذ. طبعا هنحط صلصه، بس حطت البندوره الطازه برضو كمان هتديها طعم رهيب لذيذ كتير كتير. يعني بالعموم اي طبيخ احمر بتضيفي له بندوره طازه كتير كتير بيدي طعم لذيذ. ما عندك بندوره طازه او مش حابه تحطي او مستعجله بالصلصه بس، برضو كمان حيديني طعم ممتاز جدا. ونفس الشيء برضو شايفين ما شاء الله الست حبات عملوا لي كميه محترمه، كميه ممتازه. شايفين كميه ممتازه؟ شايفين معايا كيف طلعت بندوره بحت ممتازة ممتازة. هلوقت انا هحطها على الطبيخ وحاجي اعمل دقة البازيلا، الدقة تاعت البازيلا. تمام. هلوقت شايفين معايا كيف اللحمة، شايفين كيف تشربت اغلب المية ضايل، هو طبعا مية يعني بس انا كنت عاملاها عالية لهنا كده تشربت اللحمة المية. طيب تمام. هلوقت غليت بالمية واللحمة استوت معايا تقريبا. انا حنزل بالبازيلا طبعا لانها البازيلا مفرزنة، فانا نزلت فيها في هذا الوقت بعد استوى اللحمة. اما لو انها طازة كان لا في نص استوى اللحمة كان نزلت فيها. تمام. لانه المفرزنة بتكون مع التلاجة مع الخزين، ف يعني استوى نص استوى تقريبا. هلوت انا حنزل بالبندورة. شايفين معايا البندورة اللي طحناها؟ شايفين قديش ابركت ما شاء الله؟ ايش حنزل كمان؟ حنزل بمعلقتين الصلصة. هلوت انا حسيبها لحد ما تغلي. متى ما غليت معايا انا حوطيها، حوطي النار عليها شوية، حضاعف النار عليها واسيبها تتسبك. هالوقت لدقة البازيلا انا ايش هحتاج؟ انا ضل عندي البهارات والثوم والفلفل. اللي هحتاجه، هحتاج الفلفل، نص قرن فلفل هقطعه كمان شوية شايفين معايا، وبعدين هحط له شوية ملح عشان ندقه فيه. تمام. تمام. هندق الفلفل. هالوقت شفتوا معايا كيف ندق الفلفل؟ هالوقت انا حنزل بالتومة، حطيت التومة كلها، وحنزل بالكمون. طبعا بازيلا معناها كمون لانها من البقوليات. معلقة كمون كبيرة ومعلقتين ملح. معلقتين ملح. ليش معلقتين ملح كتار للدقة؟ مش كتار للدقة لانه المعلقتين الملح حيكونوا هدول لكل الطبخة. انا صحيح حطيتهم في الدقة لكن هدول حيكونوا لكل الطبخة اللي حيظبطوا لي الطبخة. طب باقي البهارات مش هتحطيهم؟ لا مش راح احطهم. باقي البهارات هحطهم في الطبخة نفسها يغلوا شوية، وبعدين حنزل في الدقة، اللي الدقة هذه حتكون اخر اشي بالطبيخ. تمام. تمام. هالوقت انا حمشي معاكم خطوة خطوة واوريكم. هالوقت انا حدق التوم بالكمون لانه لازم اي حاجة بقوليات نحط لها كمون ضروري. هالوقت شايفين معايا كيف صار؟ شايفين كيف تسبك؟ طيب انت كيف حتعرفي انه تسبك معك الطبيخ؟ انا هقول لك كيف تعرفي انه الطبيخ تسبك معك. متى ما لقيتي انه السيرج او الزيت النباتي او السمنه او الشيء اللي انت الماده الدهنيه اللي انت مستخدماها طلعت على الوجه، اعرفي معناها انه طبيخك تسبك. لما ترفعي كده بالمغرفه برضو كمان ترفعي الصلصه تبعتك وتلاقيها انه هي ما فصلت، كيف حتفصل معاكي؟ حتفصل معاكي انه حتديكي من هنا من فوق ميه ومن تحت زالة الصلصة او البندورة اللي انت حطاها. اعرف انه طبيخك لا لسه مش مسبك. يبقى حاجتين بتسبك، حاجتين تثبت لك انه طبيخك السبك. اول اشي اول ما ترفع الغطاية تلاقي الزيت النباتي اللي انت حطاه طالع على الوجه. تاني اشي انها ما بتفصل، ما تفصل المية عن الصلصة، هيك معناها انه طبيخك تمام التمام. هالوقت انا عندي البهارات زي ما قلنا، بهار طبيخ وفلفل اسود وقرفة وقرنفل وزنجبيل
كل هذه الاشياء حننزلها. زنجبيل طبعا ناعم، وشويه ملح الطعام او حمض الليمون. حتقولي لي شو لازمته؟ حقول لك اي طبيخ احمر لذيذ كتير انك تحط عليه شويه حمض الليمون او ملح الليمون، بديك كده طعامه ولذاذه وبظبط الاكل. تمام، لانه احنا حاطين بندوره. هالوقت حننزل بالدقه. هالوقت شايفين معايا بعد ما نزلت بالدقه تبعت التومه والفلفل، ونزلت بالبهارات كلها اللي ضايله معايا. شايفين كيف؟ سبتها لمده 7 دقايق تغلي. تمام التمام. خلاص كده كده خليص طبيخي خلاويص تسبك واستوى وصار تمام التمام انك تغرفي وتاكلي. هالوقت للرز بالشعريه انا عملته معاكم قبل هيك، بس برضو كمان حعيده تاني مره. انا ايش هحتاج شعريه. انا ورجيتكم اياها الشعريه مكسره. شايفين؟ هنزل فيها. هحط الشعريه، انا حاطه في طنجرتي زيت نباتي. هنزل بالشعريه لحد ما تتحمر معايا شويه. ممكن في هذا الوقت برضو كمان اني انزل عندي قطعه ماجي وملح انزل فيهم برضو. تمام، اشوحهم كلهم مع بعض. لازم ايدك تضل في الشعريه، ما بدناش اياها تنحرق، بدنا اياها تتحمر تاخد لون معايا. شايفين كيف؟ ملاحظين معايا بدأت تاخد لون. طيب في هذا الوقت انا حنزل بالرز. هحركه، لازم اخلي الرز ينزل كل الميه فيه، يتشرب كل الميه. كل ما بدك الرز يكون لك طعم اذكى بدك تشوحيه بطريقه اكتر. كل ما شوحتيه اكتر كل ما اداكي طعم ألذ. شايفين كيف بدأ الرز ينشف؟ ببان معايا اهو بدأ ينشف معايا الرز. هالوقت حطيت ميه تغمره وحغطيه وحسيبه يغلي. متى ما غلي معايا حوطي عليه النار واسيبه على جنب لحد ما يستوي معايا على التمام. هالوقت لشربة العدس بالجزر بالشعرية انا ايش هحتاج بصلة. اول اشي حطيت زيت نباتي. شايفين قديش؟ حوالي 3 معالق طعام زيت نباتي. حنزل عليهم ببصلة مقطعة صغير. بصلة مقطعة صغير. تمام تمام. انا هخليها تتكرمل معايا. تمام تمام. وعندي جزرتين برضو قطعتهم مكعبات صغيرة. عندي شعرية. شايفين قديش معايا الشعرية. وطبعا الاشي الاساسي اللي هو العدس غسلته تمام التمام وهالوقت هنحطه. عندي البصل هالوقت انا حضلني احرك فيه لحديت ما يتكرمل. تمام تمام. كتير سهلة ولذيذة وغير تقليدية. التقليدية اللي هي العدس لحاله بنحطه على النار، وانا منزلكم اياها هذه الطريقة قبل هيك، وبسيبه يغلي وبعدين بنطحنه بنحط له كمون وملح وقطعة ماجي. هذا العدس التقليدي تبعنا. انا هذه حملكم اياه عدس بالجزر بالشعرية. تمام تمام. اذا كنتوا حابين تتعرفوا على طريقة شوربة العدس تابعوني على قناتي او ارجعوا لفيديوهاتي في القناة، حتلاقوا طريقة عمل شوربة العدس التقليدية العادية. تمام كده تمام كده. هالوقت شايفين كيف البصلة بدأت تاخد معايا لون. انا في هذا الوقت حنزل بالعدس. حنزل بالعدس عليها كله. حدي تحريكة بس، مش هيعمل اي اشي، بس انا حدي تحريكة من نفسي كده. هالوقت انا بعد ما نزلت بالعدس حطيت المية اللي تغمره. حطيت 3 كاسات مية. 3 كاسات مية. حطيت مية على العدس وحسيبه يغلي. متى ما طلع معايا روبة بيضة انا حرفع الروبة بالمعلقة، وهذه انا مش عايزاها حكبها، وحغطيه وحسيبه على درجة حرارة عالية يغلي. تمام كده. هالوقت شايفين العدس كيف طلع معايا؟ شايفين؟ هالوقت انا حضربه بالمضرب انعمه كله. تمام. يلا هالوقت حنعمه.
هلوقت انا هحط له كمون. انا هحط له كمون. يفضل الكمون وقت ما اضربه علشان ما يعمليش اي كتاويل. هحط معلقه صغيره مليانه كمون. تمام خلاص هضربه هلوقت. هكمل شغلي. هلوقت شايفين معايا كيف العدس صار. ايش هحط له هلوقت؟ هنزل بالجزر. هنزل بالجزر كله. شايفين؟ هذا جزر. حسيبه يغلي لمدة 5 دقايق بالجزر. تمام. هلوقت شايفين كيف الجزر سيبته لمدة 5 دقايق يغلي مع العدس. تمام كده. تمام. هلوقت هنزل بالشعرية. نزلت بالشعرية. كتير شوربة لذيذة ومفيدة وطعمها يم يم. تمام. برضو حسيبها لمدة 5 دقايق. بعدين حنزل بالملح وشوية بهار خفيف، مش حكتر لاني حطيت كمون. هحط شوية ملح واحط معاها شوية بهار واحط قالب ماجي. بعد ما حطيت الشعرية حسيت انه هي شربت ميتها شوية. انا حضيف لها شوية مية. انا حضيف شوية مية. شايفين؟ مش هتأثر على الطعم، ما تخافوش. حسيبها تغلي. هلوقت انا هحط لها رشة بهار طعام خفيفة. رشة خفيفة. هحط قالب او مكعب ماجي. هحط ملح نص معلقة ملح لانه الكمية عندي قليلة فمش هحتاج كتير. تمام. وبرضو حسيبها لمدة 10 دقايق بس. 10 دقايق وبعد ال10 دقايق حسكر عليها وحتكون هي تمام التمام. هلوقت انا لازم اغطيها واسيبها لمدة 10 دقايق. تمام كده. تمام. هلوقت شايفين معايا العدس كيف صار؟ شايفين؟ تمام التمام. ممتاز جدا. شايفين؟ هلوقت انا ايش هعمل؟ هلوقت انا عندي ربع معلقة كركم ونص معلقة زبدة. انا هحطهم، هنزل فيهم. اخر اشي الملح تمام وكل اشي تمام. بس خلاص كده انا هديه تحريكة. هصبر عليه لحد الزبدة ما تدوب معايا وبس. خلاص هتديني دسامة وطعم واو 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 بشهي. تمام معايا. اذا كنتوا اول مرة بتتابعوني في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس واضغطوا لايك عشان يصلكوا كل جديد من قناة دانات ام كمال. هلوقت تعالوا اورجيكم طريقتي كيف هنحط الرز. خلينا ندلع البازيلا والرز. هلوقت انا معايا صحن ومعايا صحن صغير هحطه كده وحاجة احط هنا رز. استنوا اورجيكم. هلوقت شفتوا معايا كيف؟ شايفين؟ حطيت الرز هنا وبعدين هعمل كده. شايفين معايا؟ ممكن نطعمك شوية؟ ممكن اطعمك شوية بس استنى شوية بس اخلص وهطعمك. زين؟ شايفين معايا؟ تمام كده. هالوقت انا هجيب صحن الفاضي هعمل كده. شايفين؟ زي كأنك بتعملي مقلوبة وهقلب في الصحن. شايفين معايا؟ تمام. هرفعه. شايفين ما احلى المنظر؟ شايفين معايا اهو. تمام. هي معلقة هتاخدي من البازيلا وندوق. الله كتير لذيذ. هالوقت انا عملت طبيخ بازيلا باللحمة والبندورة الطازة ورز بالشعرية وعملت شوربة عدس بالشعرية والجزر. بتمنى انه اكلتي لليوم تكون عجبتكم ونالت استحسانكم وتجربوها وصحة وعافية. حاضر. الوقت شايفين